بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان الأطهران الأخيران، على خير من أفصح ونطق بحرف الضاد، وهي لغة القرآن الكريم، وهو خير البشر وشفيع الأمة الإسلامية إن شاء الله، سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم يا رحمن يا رحيم. أما بعد، يقول المولى عز وجل في القرآن الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. نحن إن شاء الله في هذا اليوم المبارك السعيد وتفصلنا أيام قليلة بحول الله عن دخول شهر المغفرة والاستجابة، وفيه تسلسل الشياطين، وفيه يغفر الله الذنوب ويكفر به الخطايا ويمحو به الله عز وجل السيئات ويغفر لعباده المتقين المصلحين والذين يقدرون نعمة الله عليهم. إخواني أخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نناشد أهل البر والإحسان والتقوى والمؤمنين جميعا إن شاء الله أن يساعدونا في شراء ألبسة لحفظة كتاب الله عز وجل، وهذه الألبسة تتمثل بخمارات، جلابيب، أشياء نكرمهم بها، وخاصة نريد أن نكرمهم أيضا بسجادات يصلون فيها، يؤدون الفريضة في المنزل. فلو بالقليل يا إخواني، فلو بالقليل، فجزاكم الله كل خير، وسيضاعف الله عز وجل لكم ما نفقتموه وما تصدقتم به أضعافا مضاعفة بإذن الله. فقط أبشروا، والله لن يخيب أملكم بالله عز وجل، فهذا أهل الله وخاصته ستكون سببا في إهدائهم وتصدقك عليهم، سيكون إن شاء الله فرحا لك يوم القيامة بإذن الله. رجاء من يريد أن يتصدق مصاحف، ألبسة، كذلك سجادات، كذلك للأطفال، بنات وأطفال، ألبسة، أقمصة للذكور، من يريد أن يتصدق عليهم تواصلوا معي عبر الخاص، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.